أنا اسمي سارة، عندي 72 سنة. عندي ابن وحيد وجوزي متوفي. ابني بعد ما أبوه مات حصل معاه اللي عمر ما كنت أتوقعه في حياتي، وكمان كان في شواهد منه بتحصل قبل أبوه ما يموت، بس ما كنتش هعرف إنه ممكن يوصل للدرجات دي. تعالوا شوفوا حكايتي. أنا متجوزة من أبوه وأنا صغيرة، كان متجوز قبل مني مرتين. كان دايما بيحب يتكلم معايا وبيحب يشورني في اي حاجة وبياخد رأيي. اللي فهمته من شخصيته من كتر تعاملي معاه والعشرة اللي كانت بينا ان هو راجل بيحب النسوان قوي، وكان ليه خبرة كبيرة في تنقيتهم، وكان بيحب الست المليانة، الست اللي بيقولوا عليها زي ما بيقولوا اليومين دول هضبة، اللي هي طول بعرض بحلاوة. وانا كان فيا المواصفات دي، وعشان كده هو اتجوزنا وخلفنا ولد واحد بس. وبعديها بفترة هو ربنا هداه وبدأ ينزل الجامع وبدأ يصلي، بس للأسف معلمش ابني على كده. طلع ابني بطريقة غريبة قوي، رباه تربية غريبة. بقيت احاول اعلمه يشتغل، كان هو بيقف في وشي ويقول لي لا سيبيه يعيش سنه زي ما انا كنت عايش، سيبيه يعمل اللي هو نفسه فيه. انا كان نفسي يتعلم صنعة، يعرف يعني ايه فلوس بتيجي ازاي، يشيل مسؤولية، لكن هو كان دايما واقف في وشي في الحتة دي. وبعديها بدأ يقوله روح جامعتك وخلي بالك من نفسك، وبدأ يديله فلوس وبزيادة. بقيت اقوله لا، الفلوس دي هتبوظه، الفلوس دي هتخليه يعمل حاجات غلط. كتر الفلوس غلط، وهو كمان ما بيعرفش يجيب جنيه. قال لي لا مالكيش دعوة انتي، ده ابني وانا حر في تربيته. بعدها بفترة لقيت ابني بدأ يكلم بنات وبدأ يتعامل معاهم. بقيت اقول لجوزي كده غلط، كده حرام، انت دلوقتي بتصلي وبتنزل الجامع وبتتكلم وبتقول خطب، ابنك ما ينفعش يكلم بنات وما ينفعش يمشي مع بنات، يعتبرهم زي اخواته. هو ملوش اخوات بس يعتبرهم زي اخواته، دول بنات ناس ولازم نحافظ عليهم. لقيته رد فعله غريب، بدأ يقول لي سيبيه يعيش يومه، سيبيه يعمل اللي هو عاوزه، بعد كده سنه هبدأ يفوق بكرة يعقل. لقيته مفيش أي أدنى إحساس إن هو ابنه بيعمل غلط. بدأ الولد بيكبر ويكبر، وكل مدى والغلط بيزيد، وكل ما اتكلم معاه كان أبوه بيقول لي لأ سيبيه، لدرجة إنه بقى يوصل إنه يجيب بنات معاه البيت وبدأ يعمل معاهم علاقات قدامي وهو في اوضته واحنا موجودين بره. وبقيت اقول له حرام، دول ولاد ناس، ما ينفعش. حتى لو بيضحك على البنت بكلام، لكن دي بنت. احنا برضو في بنات حواليا قرايبي مرضلهمش كده، وهو اقوله اللي بتعمله غلط وحرام. كان يقول لي سيبيه يعيش وقته. كنت بتخانق معاه وبقول له صلاة ايه اللي انت بتصليها؟ ازاي بتصلي وتسمح لابنك يعمل كده؟ وللاسف بنت ورا بنت ورا بنت ورا بنت، وكانت علاقاته ما بتخلصش. ما بقتش عارفه له حل ولا قادره اوقفه، عشان ابوه كان طول الوقت واقف في وشي. مش عارفه اتصرف ولا ربي ابني. للاسف كبر على كده واختار بنت يتجوزها. وبعديها لما قرر يتجوزها لقيته بدأ نفس الوضع. يا ريته اتجوز وعاش حياته، لا ده ما اتجوزش. ده قعد بعد فترة لقى نفسه مل منها، خلاص زهق، حابب يكون لبنت شوية، عايز يقضي مع دي وقت ومع دي وقت ومع دي وقت. والبنت ساعتها اما لقيته كده رفضت ترتبط بيه، وقعد تاني ورجعت ريما لعادتها القديمة. رجع يجيب لي بنات في البيت تاني، ورجع نفس العلاقات اللي كان بيجيبها، ويدخل ويقفل على نفس اوضته ويعمل الحاجات الغلط دي مع البنات، اللي هو المفروض حرام ويعلمه الصح والغلط. لا، هو ما كانش بيعترف بحاجة زي دي. عدى الوقت وابوه توفى، وما فضلش غير انا معاه، وبدأت اعترض على اللي هو بيعمله، لان هو ابوه اللي كان مسكتني، لان كنت خلاص بقى فاض بيا وتعبت ذنوب وتعبت شيل معاصي بسببه، مش قادرة اتحاسب اكتر من كده. ولما جيت اوقفه واقول له كده حرام وغلط وما بتعملش ده في شقتي ومحدش يجيلي بيتي، بدأ يشخط فيا ويمد ايده عليا. وكانت هنا ما كنتش قادرة استحمل، ما كنتش عارفة اعمل ايه.
ولما وقفت له وقلت له لا، دول بنات ناس، اتجوز وافتح بيت. لكن كل يوم والتاني جايب لي واحدة، وكل يوم والتاني قاعد في اوضتك. لا، ما ينفعش، حرام يا ابني. انا عندي ولاد اخوات وعندي قرايب، واللي مرضوش على نفسي مرضوش على غيري. راح قايل لي لا، انا هجيب اللي انا عايزه، انا حر، اعمل اللي يرضيني. بدأ يمد ايده عليا ويضربني ويبهدلني ويشتمني. يفرج عليا الجيران كل ساعة والتانية عشان بقوله لا. جه في مرة جاب بنت معاه وكرشتها ومشيتها وقلت لها امشي، روحي يا بنتي شوفي اهلك، ده مش بتاع حب ولا جواز، انا مش عايزاكي يضحك عليكي. وكان ساعتها القيامة قامت وما قعدتش. بهدلني وضربني وكسر البيت عليا. مبقتش عارفة اروح فين، انا ماليش حد ولا ليا اخوات ولا ليا حد في الدنيا، وما بقتش عارفة اعمل معاه ايه. جه بعدها رضاني وقال لي معلش وحقك عليا. وقعدت كلمته وقلت له اللي انت بتعمله ده غلط، واللي انت بتعمله ده حرام. اتجوز يا ابني، اتجوز واحدة تصونك، حتى اقعدوا معايا في الشقة، انا ما عنديش مشكلة. لكن لقيته خلاص اقتنع بكلامي وهيبدأ يفكر فيه. رجع بعد ما خطب تاني، رجع نفس الكرة وبدأ يكلم بنات تاني وكأنه ده في دمه. خلاص مش عارف يبطل الطبع ده، وانا مش عارفة اوقفه. جيت بعدها البنت جات وحاولت وفهمتها ان هو يمكن اما يتجوز ويعقل هيهدى وربنا هيهديه. ومعلش واستحملي، يمكن يا بنتي اما يرتبط بيكي هيبقى كويس وهينسى كل ده، بس مجرد ما تتجوزوا دي نزوات. وحاولت افهم البنت واوعيها ان هو الوقت اللي بتاعه ده وقت شباب، ويمكن بعد كده ربنا يهديه. قالت لي ازاي يا ماما، ده ما بيصليش وطول الوقت التليفون بتاعه مشغول وطول الوقت مع غيري، واللي بيقوله لي بيقولوا لغيري ولغيري ولغيري. طب هينفع ازاي في عيشة ولا جواز؟ صدقيني يا ماما انا مش قادرة اكمل معاه، بهدلني كتير ودلوقتي بدأ يشتمني عشان كل ما اقوله انت مشغول مع مين او بتكلم مين. ولقيت البنت خلاص جضت من عمايله. بعد ما كنت ارتحت وقلت خلاص هيتجوز ويستقر ويبطل يعمل اللي بيعمله ده، بعدها بفترة كنت خلاص بقى عرفت ان هو كده خلاص هو وخطيبته مش هيكملوا مع بعض. ودي كانت الكارثة، بقيت على اخري. ما بقيتش حاسة ان انا دلوقتي اقدر ان انا اقول له هات واسكت عن افعاله واقول له جيب اللي تجيبه وهات اللي تعمل اللي تعمله، انا ماليش علاقة. خدت لي واقفه معايا، وكل اللي بقت تيجي بقيت امشيها والله اطلعي بره، ما تجيش هنا، اطلعي بره. وكان كل يوم والتاني بيضربني ويبهدلني واقعد اعيط وما بقتش لاقي حته اروحها. لدرجه ان هو بقى يشيلني ويرميني بره باب الشقه مره بعد مره ويقول لي امشي شوفي اهلك روحي عندهم. امشي. خدت بعضي وقعدت عند جارتي اللي قصادنا على طول. بقيت في وش الشقة شايفاه داخل طالع وانا قاعدة عندها، وما بقيتش عارفة اعمل ايه ولا اروح فين. بقيت اشوف الستات والبنات طالعين له طالعين ونازلين على بيتي وهو قدام عيني، وانا مش عارفة اعمل ايه ولا اقول ايه ولا اروح فين ولا ابطله الداء اللي هو فيه ده واعمل ايه. لدرجة ان هو لما عرف ان انا دلوقتي قاعدة عند جارتي قال لي روحي اقعدي في دار مسنين وفرج عليا الناس. وما بقيتش عارفة اودي وشي فين من جيراني ولا اروح فين وانا في سني ده. انا ست كبرت سن، ما بقيتش حمل بهدلة ولا مرمطة. ومش عارفة ابوه دلوقتي هو بيعمل ايه، بيتحاسب عليه ولا انا بتحاسب معاه ولا ايه حكايتي، ولا دلوقتي هروح فين وهستقر وهعيش ازاي. واخرة المتمة هرجع واروح دار مسنين؟ يعني ده اخر عمري هقضيه في دار مسنين بدل ما ابني يحبني ويحاج عليا ويخاف عليا واعيش بقيت عمري في ظله؟ اروح اقعد في دار مسنين ولا اعمل ايه؟ دي تربيته الغلط. انا ما كانش ليا ذنب ولا كان ليا اي يد في اللي هو بقى وصل لغاية فيه دلوقتي. قولولي اعمل ايه واروح فين؟ انا كده خلاص استعوضت ربنا فيه. ده بقى زي المرض، هو ده حاله. معقول انا لو جوزته ربنا يهديه ولا هيتعبها معاه ويمرمطها وهتشوف نفس اللي انا شفته؟ ولما تقوله غلط هيضربها ويبهدلها. قولولي اعمل ايه، قولولي الحل.